السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستوري الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا ضياء آغا، والنهاردة معانا جهاز مهمل جدا من المستخدمين. في الوقت اللي حضرتك رايح بعينيك ناحية أجهزة HP وديل، حاول تلقي نظرة على الجهاز ده لأنه تفوق على أجهزة كتير جيل تامن منهم. بداية، الجهاز ده للعمليين. العملي يعني اللي بيفكر ينجز شغل عالي بغض النظر عن الشكل نوعا ما، لأن في مستويات القياس حقق طفرة إنه وصل ل 5670 نقطة في اختبار PC Mark 10، وقليل جدا من أجهزة الجيل الثامن اللي بتوصل للمستوى ده. معنى كلامي إن ما يغركش المنظر، عشان كده قلت إنه للعملي اللي مش جاي يدور على جسم نحيف وشاشة نحيفة، لأنه نوعا ما ضخم في التصميم وحواف الشاشة عريضة، ممكن الشكل ما يكونش جذاب بالنسبة لك، إنما في الأداء هو أسطورة حقيقية يتفوق على ZBook G5 في رأيي الشخصي. التفوق ده في الأداء وفقط قد يقل عنه في الجسم الخارجي وقوة السماعات. جهازنا وزنه حوالي 2 كيلو 500 جرام، والجسم مصنع من ألياف البوليمر كربون المقوى بالصوف الزجاجي، والقاعدة مصنعة من سبيكة الألومنيوم والمغنيسيوم، وده مديله متانة في الجسم. جهازنا أيضا اجتاز ال 12 اختبار للمتانة العسكرية، وهو اختبار MIL STD 810G، ودي اختبارات خاصة بالمرتفعات والاهتزازات والسقوط ودرجات الحرارة القصوى والمنخفضة وغيرها، وده طبعا معناه انه متين جدا. كذلك لوحة مفاتيحه هي لوحة مفاتيح لينوفو المتعارف عليها في السلاسة ودقة الأداء، ونقدر نقول لك بقى لو وقع منك مشروبك المفضل على لوحة المفاتيح مفيش أي قلق نهائيا، لأنها مقاومة لانسكاب السوائل. وفي اختبار fastfinger.com حققت اللوحة دي 110 كلمة في الدقيقة بدقة 92%، وده شيء ممتاز جدا بالنسبة للكتابة. ممكن بس في حتة في لينوفو كده في لوحة المفاتيح، وهي ان مفاتيح الكنترول FN متبدلين مكان بعض، لكن شركة لينوفو عالجتها ببرنامج لينوفو فانتاج بيبدلهم، وهنا تقدر تتعامل بسهولة. نيجي بقى لكامل إمكانيات جهازنا النهاردة، هنبدأ في عرضها لحضراتكم، بس زي ما احنا متعودين منكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير ورأيكم في الجهاز والحلقة في التعليقات. أما بقى لو أنت مش مشترك في القناة، نقدر نقول لك مازال في أماكن شاغرة تنضم لعالم أغا سمارت ستور لثقافة اللابتوبات، والفرصة ما زالت قائمة بأنك تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس. طبعا ده عشان يوصلك أقوى الشروحات على اليوتيوب لكل أنواع اللابتوبات بطريقة جديدة تفصيلية مش هتلاقيها غير في قناتنا إن شاء الله. لينوفو ThinkPad P52 بيجي في الجيل الثامن بأربع أنواع معالجات هنذكرها لحضراتكم من الأعلى للأقل قوة كالتالي. أعلاهم هو انتل كور i9 8950 HK بسرعة 2.9 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد 4.8 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش. ثم يقل عنه انتل زيون E2176M بسرعة 2.7 جيجا هرتز، ده الماكس توربو سبيد بتاعه 4.4 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش. ثم يقل عنه انتل كور i7 8850H بسرعة 2.6 جيجا هرتز، ده الماكس توربو سبيد بتاعه 3.4 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 9 ميجا بايت كاش. أما المعالج الأخير هو انتل كور i7 8750H بسرعة 2.2 جيجا هرتز، الماكس توربو سبيد بتاعه 4.1 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 9 ميجا بايت كاش. بالنسبة للرامات أو الذاكرة العشوائية، متواجد فيه 4 ديم سلوتس، يعني 4 أماكن للرامات، تقدر تضيف حتى 128 جيجا بايت رام من نوعية DDR4. أما بالنسبة للتخزين، قادر على حمل 3 هاردات، 2 من نوعية M.2 مقاس 2280، تقدر تضيف NVMe أو SSD. الهارد الثالث بيكون من نوعية 2.5 بوصة، تقدر تضيف SSD أو HDD أو SSHD. الشاشة بتاعته بتيجي بنوعين شاشات، وهي مقاسة 15.6 بوصة. النوع الأول وأعلاهم هي شاشة باللمس 4K بدقة 3840 في 2160،
ودي شاشة ب 400 شمعة والاس ار جي بي بتاعها 100%. اختبرت الشاشة دي ببرنامج paint.net، دقة ال10 أصابع في الرسم ممتازة جدا عليها. ممكن السطوع بتاعها أقل من زد بوك جي 5 وديل بريزيشن 5530 و7530، إنما التدرج اللوني بتاعها أعلى من الزد بوك جي 5. الشاشة الأقل منها هي شاشة فول اتش دي اي بي اس بدقة 1920 في 1080 والاس ار جي بي بتاعها 72%. هنيجي لكروت الشاشة اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة. بيجي بثلاث أنواع كروت شاشة خارجية كلهم من نوعية انفيديا، ده طبعا بالإضافة لكارت الشاشة الانتل المدمج في المعالج. أقلهم هو انفيديا كوادرو بي 1000، ده 4 جيجا بايت جي دي دي ار 5. بطاقة الرسومات دي هايلة جدا، بتشتغل على معمارية باسكال، وبتكون عملية التصنيع بحجم 14 نانومتر. مسار الذاكرة بتاعها بعرض 128 بت بسرعة عرض ترددية مقدرة ب 80.19 جيجا بايتس في الثانية. أدائها مستقر وعالي في البرامج الهندسية وال3 دي والمونتاج والجرافيكس. كذلك في المقام الثاني الألعاب جيدة جدا. لو حبيت تقارنه بكارت شاشة من كروت شاشة AMD، أقرب كارت شاشة له في القوة هو AMD Fire Pro S7000، وده كارت شاشة 4 جيجا بايت جي دي دي ار 5. الأعلى منه في القوة مباشرة هو كارت شاشة انفيديا كوادرو بي 2000، أيضا هو 4 جيجا بايت جي دي دي ار 5. أيضا هي بطاقة رسومات متميزة جدا، بتكون مبنية على تقنية الباسكال وبتتصنع بحجم 14 نانومتر. هدفها الأساسي موجه للمصممين والمهتمين بالجرافيك. سرعتها حوالي 6.1 جيجا هرتز، وعندها واجهة عرض ذاكرة بعرض 128 بت بينتج عنها نطاق ترددي بسرعة 96.13 جيجا بايتس في الثانية، ودي كويسة جدا في نقل البيانات والرسومات. بالمختصر هو من أفضل كروت الشاشة اللي نزلت لللابتوبات، وبتناسب المصممين ومحب الجرافيكس، وبتوفر أداء عالي جدا وسرعة فائقة في نقل البيانات. أما لو حبيت تقارنه بكارت شاشة في AMD، فأقرب كارت شاشة له من كروت شاشة AMD هو AMD Radeon Pro 5500M. هو كارت شاشة 4 جيجا بايت جي دي دي ار 5. كارت الشاشة ده موجود في جهاز عالي جدا هو أبل ماك بوك برو 16. أعلى كارت شاشة بينزل في جهازنا النهاردة هو كارت شاشة متميز لأبعد الحدود، وهو كارت شاشة انفيديا كوادرو بي 3200، ده حجمه 6 جيجا بايت جي دي دي ار 5. أيضا زيهم بطاقة رسومات مبنية على تقنية الباسكال، وحجم التصنيع بتاعها 16 نانومتر. البطاقة دي واجهة الذاكرة بتاعتها بعرض 192 بت بينتج عنها عرض نطاق ترددي مدهش جدا بسرعة 168.3 جيجا بايتس في الثانية. للعلم من أفضل كروت الشاشة اللي اشتغلت عليهم سواء للجرافيكس أو المونتاج وكذلك الألعاب. أقرب كارت شاشة له في القوة من كروت شاشة AMD هو AMD Radeon Pro 5600M، وده كارت شاشة 8 جيجا بايت جي دي دي ار 6، أيضا موجود في أبل ماك بوك برو 16. نيجي للمداخل اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة، وبيجي بمداخل متعددة ورائعة جدا. بالنسبة لكروت الذاكرة موجود في مدخل SD Card Reader، كذلك موجود في 3 مداخل USB 3.1 Generation 1، منهم واحد دائم الشحن سواء الجهاز شغال أو مش شغال، يعني Always On. كذلك موجود في USB Type C Thunderbolt 3، وده اللي ما زلنا بنقول عنه المدخل الجبار لأنه بيدعم توصيل USB 3.1 Generation 2. كمان بيدعم توصيل كروت الشاشة الخارجية، وبيدعم توصيل شاشات ال 8K، وبيدعم توصيل الديسبلاي بورت 1.2، وبيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل 10 جيجا بايتس في الثانية، وبيدعم توصيل الطاقة بالاتجاهين، تشحن منه ومصدر شحن للجهاز. بالنسبة للعرض على الشاشات موجود في ميني ديسبلاي بورت 1.4 و HDMI 2.0. للإنترنت الشبكي موجود في مدخل لان، كذلك في دوك كونكتور لأجهزة الدوك ستيشن. موجود في كمان نانو سيم كارد سلوت لشرائح داتا الموبايل، وبيشغل حتى 4G، ده بالإضافة لمدخل ميكروفون أري وكمان هيدفون. أحيانا بيجي بمدخل سمارت كارد ريدر وفي خاصية ال NFC. سبق واتكلمنا عن مستشعر ال NFC، وده اللي بيسمح بنقل البيانات لاسلكيا بسرعة مع أجهزة الأندرويد المتوفرة. الشاحن بتاعه بيكون 170 واط، والبطارية بتاعته بتكون بسعة 90 واط أور. في نهاية حلقتنا عن لينوفو ثينك باد P52 لازم نقول إنه بيقدم مجموعة كبيرة وقوية من الأداء لأصحاب العمل المهني اللي بيدوروا على تحقيق نجاحات كبيرة في أعمالهم. على الرغم من إنه ممكن يكون ضخم في الحجم مقارنة بنظرائه في الجيل الثامن،
إلا إنه يتفوق بقوة هائلة في الأداء. وإحنا بنوعدك إن الجهاز ده هيضمن لك تجربة فائقة السلاسة والتحمل، سواء حضرتك كنت من أصحاب أعمال تحرير فيديوهات معقدة أو تصميم جرافيكي عالي الجودة أو من هواة الألعاب، وهيخلي العمل الشاق أمر في منتهى السهولة. بكده نكون انتهينا من اللابتوب الرائع ده من لينوفو، وبعد مجهود جمع المعلومات دي عنه بالدقة دي نتمنى منكم دعمنا باللايك والشير. أما بقى حضرتك لو لسه مش مشترك، جه الوقت إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان تدخل عالم أغا سمارت ستور لثقافة اللابتوبات. نشكركم على وقتكم الثمين اللي أخذناه منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.